المغاربة يعني ماشي كلامي، هم أول شعب لا يمكن أن تثق به في العالم للاسف. وهذا الشيء راه ولا في جوجل ملي كتكتب لو بوبل لو بلو مالونيت او موند كيطلع لك الماروك دراسة وكتطلع لك أخرى. تنزانيا معاه. ورحنا هما طنزانيا ديال بصح. دراسة أخرى كتقول بأن المغاربة من الشعوب الأقل أمانة وصدقا ونزاهة. هذا الشيء كله بنيتي عليه إضافة إلى ملاحظتك السي أحمد عاصيد، وصلتي للخلاصة ديال الانحطاط القيمي. نعم. والانقلاب التام في نظام القيم لدى المغاربة. نعم. قلت لي ماشي حكم مجحف، على كل حال هذه الأمانة ديال الباحث، ولكن أنا في سياق بدون لغة خشب وحتى بدون لغة فلسفة سي أحمد عاصيد. شنو المقصود بأزمة القيم باش نبسطوا مع المغاربة ونتكلموا شرح ملح؟ شنو مشكلتنا أو مشكلة القيم في المجتمع المغربي؟ مشكلة القيم في المجتمع المغربي هو أنه وقعت عندنا تحولات مجتمعية ما عرفناش ننظموها وما عرفناش نأطروها من خلال الوسائل ديال التأطير اللي كتولى الدولة، بحال المدرسة، وسائل الإعلام، وسائل قنوات التواصل اليومية والإرشاد اليومي. هذه التحولات خليناها غدا في الاتجاه ديال المجتمع الاستهلاكي، واختارينا واحد الليبراليه متوحشه على المستوى الاقتصاد، خلقت لنا واحد الذهنيه ديال الاستهلاك الوحشي يوميا، وخلقت واحد النوع من الانانيه بسبب وجود فساد كبير في المؤسسات. انتشار الرشوه والفساد خلق عند المواطن شعور بانه اذا ما دخلش في هذا النسق حقوقه كلها غتهضم، ما غيصور والو. خصو يدخل في النسق ديال الفساد باش يقدر يقضي غرض ديالو. دونك الا مشيتي ولقيتي واحد الصف فيه 50 واحد وكتحسب الوقت وكتقول غادي نجلس هنا ساعتين، كتعطيه 20 درهم باش تقضي غرضك بلا ما تحترم. ولكن في المقابل ممكن تمشي للفيسبوك وكتقول جميعا لمحاربة الفساد. هكاك ممكن تمشي للفيسبوك وتعطي وجه اخر. بطبيعه الحال المغاربه هما الاولين في هذا الشيء، هما الاولين في انه يقولوا لك الكلام اللي تعتقد انه راه مزيان، ولكن احنا كنشوفوا السلوكات ديال الناس، كنشوفوا الممارسه. فهذه التحولات هذه اللي ما ضبطناهاش وما اثرناهاش من خلال المدرسه كانت مرتبطه بسياق اخر، هو ادخال، وهذه بالنسبه لي مساله اساسيه في التحليل، ادخال واحد النوع من التدين فولكلوري في المقررات الدراسيه من 79. تدين فولكلوري يعني مظهري، يعني ماشي تدين ديال الاخلاق وديال القيم، تدين مسيس واخد القشور ياك، وباغي يأثر المواطن على أساس أنه جندي ديال الدولة الدينية. هذا الشيء بدا من 79 مع الملك الراحل الحسن الثاني، اللي كان عنده خصومة مع اليسار الجذري والماركسي، وكانت عنده خصومة مع الخميني، وكان كيرد على الثورة الخمينية. دونك دخل الإخوانية ودخل الوهابية السعودية، وهي أنماط تدين ماشي مغربية، ودخلها المقررات الدراسية. منين دخلت هذه الأنماط ديال التدين المتشدد ولا عقلاني وغير المطابق للعلم كذلك، واللي ما مطابقش حتى المجتمع ديالنا والقيم ديالنا، وقع واحد الارتباك كبير في الشخصيه المغربيه. فاقبل الناس على مظاهر التدين السطحي، بحال مثلا تعمل الفراشيه فوق الكتف ديالك وغادي كتستعرض مظاهر التدين ديالك، وكتعمل لحيه وغادي للجامع وكتصلي حتى في الشارع باش يشوفوك الناس كتصلي. ولكن بمجرد ما كيتعامل معك شي حد كيكتشف انك اكبر غشاش، كيكتشف انك ما كتراعيش ابسط الامور اللي هي اخلاقيه. ما معنى هذا؟ معنى هذا ان التدين اصبح هو ديك المظاهر اللي سميتها فولكلوريه، وسميتها فولكلوريه لانها سطحيه. وهذيك القيم اللي كاينه في الدين واللي هي قيم انسانيه كونيه ايجابيه تهمشات، واعطينا الاولويه للقيم المسيسه، بحال مثلا الصراع الديني، أن الديانات محرفة والإسلام بوحده اللي صحيح، أن المرأة ما يمكنش تساوي الرجل، وأن الإسلام انتشر بفضل الفتوحات والغزوات، وأن الناس ضحوا في هذه الغزوات اللي نشر. مشينا في هذه الأمور اللي هي ما كتخلقش قيم نبيلة، وخلينا قيم الصدق والأمانة والنظافة. لاحظ معايا شحال هذه وحنا كنقريو هذا النوع من التدين دابا راه من 79. شوف الشوارع ديالنا كيفاش عاملة بالوسخ، بينما إلا قرينا القيم الدينية راه فيه النظافة من الإيمان. كلام السي عاصيد بأنه والمغاربة كلهم غيقولوا لك النظافة من الإيمان، كلهم غيقولوا لك هذه الجملة هذه ياك، على أنها جملة دينية كتدل على حكمة الدين.
ولكن اللي كيخرج من دارو كيبدا يرمي الزبل. اذا عندنا مشكل في التربيه، وعندنا مشكل في التربيه على القيم الانسانيه. واش غنفهم من كلام السي عصير بان ان صح التعبير نوصفوه بالانحراف القيمي نعم هو سبب التدين؟ حيت هو البعض سبب- يقدر يفهمها لا بعض الصيغه. انا دابا كنعطيك العوامل كلها. أها. انا هذا ويقول غير لك واحد من جمعتو العوامل. باش تضربوا في عطيتك الدين العامل ديال عاوتاني. التحولات المجتمعيه في البنيه ديال الاسره وفي العلاقات، عطيتك العامل الاقتصادي ديال تبنينا ليبراليه متوحشه والخوصصه وخلقنا مجتمع استهلاكي اللي المواطن فيه اصبح اناني، والرشوه والفساد المنتشرين في المؤسسات خلقوا انانيه مفرطه عند الفرد وضعاف عنده الشعور الوطني. تراجع. علاش كيضعف الشعور الوطني مع الفساد؟ لانك كتولي تعتبر الا غادي تخدم الوطن بالدارجه كنقولوا غتقلب، خاصك تدخل في النسق باش تكسب. ولا الانسان كيفكر في المكسب الشخصي اكثر من اللي كيفكر في البلاد والمصير ديالها، ولهذا اصبح النهب فلسفه عامه. انت في واحد المنصب خاصك تربح بسرعه باش تغنى قبل ما تخرج منه، عوض ما تفكر انك وهذه تخدم حالة مصلحة البلاد. عامة شعبية ولا فقط في النخبة؟ سي أحمد لا عاصي. هذه في كل شيء. لا، لان هذه ما كاينش اللي فلت منها، لا من النخب ولا من يعني ذاك من عامة المنطق الناس. ديال وعاد الفساد جبت- عاد جبت خاص العامل يستفدوا ديال منه التدين. كاملين. عامل التدين هو الاخر هضرت عليه كامل العوامل. علاش؟ لان غتلاحظ معايا واحد المساله، وهنا غنعطيك ارقام. غتلاحظ معايا بان كل ما زادت نسبه التدين والتشدد في الدين كل ما انهارت القيم. وغاديين وكنزيدوا في عدد المساجد وكنقصوا عدد المدارس. راه كل عام كنسدوا واحد العدد المدارس، الناس ما رادينش البال، راه كاين ارقام واحصائيات ديال الوزاره، كنسدوا مدارس كنغلقوها وكنبنيو مساجد جديده. وراه مؤخرا تعلن على انه وزاره الاوقاف غتبني مسجد في اكادير ب5 المليار. خصنا نشوفوا بعدا ديك البلاصه اللي غيتبنى فيها هذا المسجد، واش فيها المستشفى، واش فيها مدارس كتليق بالحقوق ديال المواطنه، واش فيها كاع المرافق ديال الناس باش نعملوا مسجد ب5. اذا التدين هو كيتزاد، ولكن اخلاق الناس مترديه. علاش؟ مع العلم انه المفروض انه اختزلنا الاخلاق كتمشي بالتوازي مع الدين. لا ماشي هادشي كاين الاشكال. واش كاين الاشكال انه خدينا التدين بواحد المفهوم مسيس وسطحي. غرض الدوله، غرض بناء الدوله الدينيه واسترجاع الدوله الدينيه عوض بناء الانسان. وتخلينا على القيم النبيله اللي في الدين، وخدينا قيم مرتبطه بمجتمع قديم سابق ما بقاش اليوم، وبقينا كنقريوها للتلاميذ. فخرجنا ناس متدينين ومتشددين في الدين ولكن ماشي انسانيين من الناحيه القيميه. دابا غنعطيك واحد الرقم مرعب. تفضل. مرعب. واخا النقطه ديال وبلاتي احسن نكمل هذه. تفضل. والمغاربه خصهم يفكروا فيه، لانه هاد جوج الارقام خطيرين جدا. شحال المغرب داير مجهود باش كيبني البنيات التحتيه وكيصوب لي زوطوروت والقناطر وكيدير مؤسسات فرعونيه بواحد الهندسه هائله في الفضاء العام. ولو عندنا لاكارات والمحطات القطار مزخرفه ومزيانه الى اخره، والمعدات في الماديات مشينا بعيد حتى ولينا مكلاسين في الرتبه 45 او 46 عالميا في البنيات التحتيه. هذا مؤشر جيد على كل مزيان. هو شحال حنا في العنصر البشري مكلاسين؟ مؤشر الازدهار ديال 2019 163. علاش ما قدرناش لاحظ نمشيو معايا بالتوازي؟ ما قدرناش لان ما كايناش تربيه على القيم الانسانيه. ديناها في الماديات وكنبنيو القناطر والطروط وكنصوبوا الماديات ونسينا بناء الانسان، ونسينا بان الانسان هو الوطن. عوض ما نبنيو العقل مشينا كنصوبوا الماديات. دابا شنو ولا عندنا؟ ولاو عندنا لاكارات زوينين والماديات مزيانين، والانسان كانه في عالم اخر، كعقل وكفكر وكسلوك وكشخصيه. ف 45 او 46 ماشي هي 163. والخطير هو اننا في الرتبه 163 من 167 دوله اللي تداروا عليها المؤشر هذا. وشكون اللي مورانا؟ شكون هما الناس اللي في 164 هما البلدان اللي في حاله حرب، بحال اليمن، بحال سوريا، بحال العراق، بحال ليبيا، هما اللي. فهذا شيء يعني